علاش وليتي كتحس براسك مكلخ بحال شي ضبابه وسط دماغك؟ راه ماشي غير احساس، انا فعلا بديت نحبس شويه. هاد الوقفه الغريبه ماشي صدفه، راه عقلك بدا كيتقطع من التركيز. كتقرا فيا ولكن عقلك سرحان بعيد، كدوز سطور وما فاهم والو، تحس راسك ماشي حاضر مع جسدك. الشغف ديالك كيموت بشويه، ابسط حاجه بحال تنوض من بلاصتك كتولي صعيبه، وبديتي كتعاتب راسك بلا سبب. الاغلبيه غادي يقولوا نقص القهوه وبعد على التليفون، ولكن الحقيقه مختله. راه انا في حاله طوارئ بسبب التوتر والتفكير الزايد. ولكن علم الاعصاب كيعطينا تفسير اخر مختلف شويه، وحقيقه اللي ممكن تصدمك وماشي غير كسل ولا وهم. هذه حالة طوارئ كيعيشها الجسم ديالك بسبب التوتر، الصدمات والتفكير الزائد اللي كتحمله بوحدك وبالصمت. في هذه الحالة هرمون التوتر الكورتيزول كيطلع بزاف، والدماغك كيحاول يحميك، كيوقف أو كيضعف البلايص المسؤولة على التركيز باش ما يضغطش عليك أكثر. بمعنى آخر، الجهاز العصبي ديالك كيتعب من كثرة الضغط، وكيحتاج غير حاجة وحدة، الراحة، باش يبرد ويرجع يخدم مزيان.